ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا جدا، فعلا وحشتوني. وبقالي مدة انا ما نزلتش حاجات كتير على القناة، معلش اعذروني. النهاردة هعمل معاكم العشق كله، الفسيخ. ايه رأيكم؟ اظن كلنا بنحب الفسيخ. في ناس كتير بتحبه، في بعض الناس ما بتحبهوش، بس انا من الناس اللي بيعشقوا حاجة اسمها فسيخ. تيجي النهارده بقى نعمله بطريقة سهلة جدا، ما فيهوش اي حاجة. هنجيب البوري في الحجم ده حوالي 2 كيلو، وهنغسله كويس، وهنصفيه حوالي في المصفى كده، نوقفه على بوزه من فوق كده حوالي 3 ساعات. حلو. بعد كده هنبتدي نشفط منه الدم من النخشوش زي ما انتوا شفتوا. اوكي. بعد كده هنبتدي نضغط عليه بايدينا عشان نفصل اللحم من على سلسلة الظهر، عشان لما تيجي تفتحيه يبقى سهل وتتشال السلسلة بسرعة. اظن كده مفيش حاجة خالص. في نفس الوقت هنكون محضرين ملح وكركم وشطة. أهم حاجة الشطة، كتروا الشطة، والملح يكون خشن. وقبل بقى نحشيه هنجيب منديل مبلول مية دافية، وهنمسحه كده من فوق ومن تحت كده، عشان ايه؟ يبقى مند شوية عشان يمسك فيه الملح. خلاص. هنفتح بقى أهم حاجة النخشوش، نجيبه نفتح الراس. وأهم حاجة في الموضوع إنك تحشي النخشوش بطريقة جامدة جدا، بحيث إن تحسي الراس كده كبرت. يعني الملح لازم اهم حاجة في الراس، تكتري الملح في الراس. اوكي. كده هنبتدي نخلص ال2 كيلو بوري. انت ممكن تعملي كمية اللي انت عايزاه، انا بس عشان مفيش حد من الولاد بيحبوه، انا اللي باكله وجوزي وواحدة صاحبتي، فبناكلوه مع بعض. فعشان كده احنا بعمله مش اكتر من 2 كيلو. انا مرة عملت 5 كيلو والله العظيم، وزعته لان ولادي ما بيحبوش، من ضمن الناس اللي ما بيحبوش. خلاص كده. حشينا الراس زي ما انتم شايفين، بوريكم بتعمل ازاي. زي ما انتم بصوا عامله زي الراس، الملح هيخرج منها، دليل على انها محشيه جدا. هنعمل كل الكميه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. بعد كده هندحرج السمكه في الملح، هندحرجها، مش هنزود الملح في الهيكل بتاعها من بره. اهم حاجه الملح يكون في الراس. اوكي. بص انا بمسح بالميه، بالمنديل المبلول بالميه الدافيه ازاي، وهندحرج كده الملح بس، ده حرجة بس مش اكتر. يعني مش عايزين ملح كتير على جسم سمكة عشان ما يبقاش حادق، لان الملح اللي في النخشوش هو هيملح السمكة بحالها. واخدين بالكم؟ لو كترنا الملح على الهيكل هيبقى فعلا حادق جدا. احنا عايزينه اللي هو الملح المعقول، الحلو، يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، انا بحبه العادم، مش الملح العالي. تيجي تاكليه تحس بطعم الملح فيه خفيف. كده يعتبر خلصنا الاربع سمكات او الكميه اللي عندك. هنجيب بقى كيس تلاجة، كيس تلاجة يكون كبير، هنحط فيه السمكه زي ما انتم شايفين، خلف خلاف. السمكه التانية برضه هنحطها، نزود برضه الملح في النخشوش، وهنحطها كل 2 في كيس، كل 2 في كيس زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، عكس عكاس. وهنجيب كيس تاني وهندخله فيها، يعني نجيب كيس تاني ونحط سمكتين في كيس زي ما انتم شايفين تاني، زي ما انتم شايفين كده. خلاص. بحاول ان انا ادخل الكيس التاني فيه، بحيث ان هما زي الكيس برضو خلف خلاف زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى السلوتيب، الشكرتون بتاع الكهرباء، اي حاجة عندك ممكن تلفي بيه ويلزق معاكي. هنلف بقى السمكتين بحيث ان احنا ما نخليش نسمة هوا جوه خالص. اللي بيفسد الفسيخ الهوا. لازم نكون مربطين الفسيخ زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، بحيث ان هو يكون الكياس ماسكة في نفسها. ما عندكيش كياس تلاجة، لو عندك الاسترتش البلاستيك ده حطي فيه برضو ولفي. اوكي. الاتنين ينفعوا. كده خلصنا الاربع سمكات، 2 في 2. بس انا ايه، طبعا انا عملت قدامكم 2 بس عشان الفيديو ما طولش مني. هنلف بقى السمكتين، كل سمكتين برضو في كذا كيس، كل سمكتين في كذا كيس، ونلف برضو بالطريقة دي بالسلوتيب
بحيث انك انت تكون كل الكيس فيه يكون مضغوط عليه وما فيهوش اي هوا خالص زي ما انتم شايفين اهو. بص ما فيهوش حتى يعني حته كيس، ما فيش حتى حته كيس مفركشه فيه، كله مساوي واحد. هنجيب السمكتين التانيين برضو نفس الحكايه وهنضمه كده بالطريقه دي. اي اكياس نضيفه عندك تخصصيها للفسيخ، اكياس تلاجة، اكياس من بتوع السوبر ماركت اللي انت بيحطوا لك فيها الحاجه، اي حاجه، اي اكياس تكون عندك. هنبتدي بقى نلف برضو بالشكرتون او بالسيلوتيب بالطريقه دي. خلاص خلصت كده. فهنجمع بقى الاربع سمكات ونحطهم بقى في كيس واحد. ليه؟ لان هنبتدي برضو ايه نلفهم عشان نشيلهم. كام كيس كده حلوين. برضو اهم حاجه كميه الكياس تكون كتيره عشان تحكم الهواء ما يدخلش، وفي نفس الوقت ما ينزلش منك ميته في المكان اللي انت هتحطي فيه. خلاص كده. بصوا ببرشيمات، برشيمه يا خبر ابيض، يعني مش ممكن. جبست الاربع سمكات. اهي خلاص. ده بقى اخر كيس. اخر كيس كده بقى يكون واسع كده وحلو عشان ايه هنلفه بقى اللفه المعتبره اهو. خلاص كده. ممكن انت حتى لو اكياس غامقه عندك ممكن تلفي بيها، اللي عندك لفي بيه، بس يكون يعني اهم حاجه تكون اكياس كتيره في السمك عشان ما ينزلش ميه، وفي نفس الوقت عشان يتحكم من الهواء. بصوا بقى اهي. اهم حاجه لف السمك بالكياس والسلوتيب، اهم حاجه برضو. خلاص اتبرشموا برشمه مش ممكن. ده الهوا نفسه هيقول لي انت عملتي ايه، انت عملتي فيا ايه، مش عارف ادخل من اي حته. ادي خلاص عملنا السمك. هنشيله بقى في مكان مظلم ان شاء الله، في فرن البوتاجاز، طبعا مش سخن، فرن البوتاجاز عادي يعني، تقفليه وتقفلي عليه لمدة من 10 ل 12 يوم في الصيف، وفي الشتاء حوالي 15 يوم. بصوا بقى هنفتح بقى الجريمة اللي احنا عملناها. بعد 12 يوم انا فتحت عليه. الجريمة. هنشيل بقى الكياس زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نفتحه وهنشوف الجمال والعشق كله عامل ازاي. طبعا لابسه جوانتي عشان طبعا الزفاره. بصوا بقى ادينا بنفتح بقى الكياس كلها اهو. بالمقص كده وتفتحي كل اكياس بحيث ان بالراحه كده. طبعا وتحتيه صينيه، يعني صينيه كبيره عشان ما تزفريش الدنيا، وتحت الصينيه مفرش برضو فوق الترابيزه عشان ما تزفريش الدنيا، لانه طبعا ريحته بتبقى يعني مش ممكن. بس مجرد ما بيتفتح بعد كده هيبقى الريحه بتاعته عاديه خالص. واحلى فسيخ هتعمليه في بيتك. احنا بنشتريه من بره بكام؟ ماشي السمك برضو غالي اليومين دول، بس حتى لو اشتريتيه من بره هيبقى هيغلى الضعف اللي انت جبتي بيه. اوكي 3 اضعاف كمان. لكن طبعا انت بتعملي حاجه نظيفه في بيتك، يعني لا فيها حاجه ملوثه ولا حاجه بايظه ولا حاجه خالص، يعني كل حاجه نظيفه ومضمونه 100%. بصوا كده، الله الله الله، صدقوا بالله وانا بعمله انا كنت باكل منه. كنت أنضفه، كنت مش قادره اصبر. بص بقى، بص الجمال، بص اللون، بص اللون عامل ازاي من الشطه والكركم. بص اللون الجمال يا خبر ابيض. ادي الفسيخ، ادي الفسيخ اللي بيتعمل. ولازم تجيبيه في الحجم دوت، ما تجيبوش صغير لان عقبال ما يتخلل مش هتبقى فيه لحم. يعني الحجم اللي فوق المتوسط، مش الكبيره قوي كمان. هنبتدي بقى ننضف فيه زي ما انتم شايفين. هنمسك واحده واحده كده، انا هوريكم واحده هنقشرها بالمنظر ده اهو. بس خلي بالكم من الشوك عشان الشوك لما بتدخل في الايد بتوجع. انا فعلا لما بيدخل في ايدي بيبقى مثلا يومين بيوجعني صبعي، فخلي بالكم لان الشوك بينشف اكتر كمان.
خلاص كده بصي بنضفه ازاي القشرة اهي بسكينة كده رفيعة، وهتشيلي القشرة من على السمكة. هنبتدي بقى نكمل، ما تخلوش ولا قشرة، وما يتغسلش. اوعى تغسلوه بعد ما تفتحوا عليه هيبوظ. اوعى تغسلوا الفسيخ بعد ما تفتحوا عليه. احنا بقى لما نشيله بقى مثلا في التلاجة نفتحه ونقطعه زي ما انت عايزة، او تشيليها بوحدتها زي ما انت عايزة، وتحطي عليه زيت بس، ما تحطيش ليمون، لان الليمون هيحدقه اكتر. يعني انت لو حطيتي ليمون وشلتيه في التلاجة هيحدقه. لا زيت بس، لما تيجي بقى تاكلي تحطي ليمون. الله الله، بص اللون، هو ده بقى اللون السمكة الصحيحة الحلوة اللي طالعة سليمة مليون المية. بصوا 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 بصوا، بتشيلي الشوكة ازاي. خلاص كده طلعت بسهولة اهي. بصوا هوريلكوا بقى اللحم بتاعه ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. هنا بقى بعد ما حطيت الزيت طبعا بيغمق شوية، بعد ما نحط الزيت بيغمق سنة زي ما انتوا شايفين، وحطيت شرايح الليمون، وزي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ الله الله. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.